والجوراسي مش بس عصر الكبار، ده كمان عصر الصيادين الاذكياء الثيروبودات. الثيروبودز زي الاليوسورس اللي بنسميه احيانا التيركس بتاع الجوراسي كانوا بيتحركوا في بيئات متنوعه من الغابات للسواحل، وفي دراسات بتقول ان في منهم اللي كان بيصطاد في جماعات، يعني عصابه ديناصورات بالمعنى الحرفي. بس في علماء مش مقتنعين وبيقولوا دليل الصيد الجماعي ضعيف، ممكن بس كانوا بيجتمعوا حوالين نفس الفريسه بعد ما ماتت، يعني مش كل حاجه لقيناها سوا يبقى كانوا بيشتغلوا مع بعض. والعصر الجوراسي كمان شاف زياده غريبه في الصفايح والدروع والعروض البصريه زي الاستيجوسورس، الديناصور اللي بيلبس فوق ظهره صفايح كانهم انتنه بيستقبل بيهم اشارات من الفضاء. في علماء بيقولوا الصفايح دي كانت وسيله عرض للاناث او للتخويف مش بس للحمايه، وفي راي بيقول انها كانت بتساعده ينظم حراره جسمه. تخيل معايا ديناصور بيظبط درجه حرارته زي تكييف متنقل. وفي النهايه الجوراسي كان فتره ازدهار، الديناصورات مش بس عايشه، دي منتشره ومتنوعه ومستريحه. بس اللي جه بعد كده كان في فرق، بعد ما كبروا وانتشروا وسيطروا على المشهد نيجي بقى نتكلم عن القوة الحقيقية، السيطرة على السلسلة الغذائية، المفترسين في القمة والعواشب في كل مكان. لو كنا عايشين في الزمن ده وسألنا مين صاحب المكان، الإجابة كانت بسيطة، الديناصورات.